منتخب قوي من وجهة نظري في الفترة اللي فاتت، ولكن احنا عندنا منتخب ولاعيبه قادرين ان شاء الله ان هم يبداوا في التصفيات بنتيجه ايجابيه ان شاء الله في بدايه التصفيات في المجموعه مع خصم المنافس الرئيسي هو موريتانيا وبوتسوانا. فان شاء الله ربنا يوفقنا ونكون جاهزين ان شاء الله للمباراه بكره، نسعد بها الجماهير المصريه كلها، واللاعبين يكونوا في حاله ان شاء الله بدنيه وفنيه كويسه. بقياده نجم ليفربول محمد صلاح. ويبحث الفراعنه تحت اشراف المدرب حسام حسن عن تحقيق انطلاقه ناجحه لمبارياتهم في المجموعه الثالثه التي تضم ايضا موريتانيا بالطبع نتوقع مباراة بالغة الصعوبة. نحن هنا في عقر دار المنتخب المصري وندرك قوته في القارة الإفريقية، لكن فريقنا يتوفر أيضا على الخبرة الكافية للعب خارج الديار في أي بلد إفريقي وأمام أي عدد من الجمهور. غدا إن شاء الله الاثنين لدينا مباراتان الجمعة والاثنين ستساعداننا على اكتشاف أنفسنا للمستقبل، التطور بالنسبة للفريق وخاصة في شهر يونيو حيث نريد البقاء على ذات المستوى، وأردنا متابعة المنتخبات التي قد تمثل خصما قويا لنا. وأكثر من ذلك الغابون وليسوتو يلعبان التصفيات لكأس إفريقيا وستكون المواجهتان. وضع المنتخب المغربي آخر اللمسات بمدينة أكادير استعدادا لقص شريط رحلته في تصفيات كأس إفريقيا 2025 أمام الغابون. المنتخب المغربي المتأهل سلفا إلى النهائيات باعتباره مستضيف البطولة يخوض التصفيات بهدف الاستعداد الجيد للنسخة المقبلة من البطولة الأكبر لمنتخبات القارة السمراء دون احتساب نقاطه ضمن المجموعة، بينما يطمح منتخب الغابون إلى تحقيق بداية مميزة قصد تأمين بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة الثانية. نفتتح مشوارنا في التصفيات بمواجهة خصم جيد وصعب. نعلم جيدا أن المغرب هو أول بلد إفريقي يبلغ المربع الختامي لكأس العالم، وهو معطى يدل على قوة هذا المنتخب. إنه متماسك يقوده وليد الركراكي منذ مدة طويلة خلافا لنا، باعتبارنا فريقا لا زال في طور النمو وإعادة البناء، لكن هدفنا واضح وهو التأهل لكأس إفريقيا القادمة.